ممكن تكون دلوقتي بتتكلم مع شيء مش بيفهم أي كلمة بتقولها، ولا يعرف معنى كلمة ذكاء أو بحر أو حتى معنى كلمة تفكير، ومع ذلك يقدر يكتب لك قصيدة ويحل لك مسألة ويبرمج لك موقع كامل، وأحيانا بتحس إنه أذكى من البشر نفسهم. فالسؤال هنا هو الذكاء الاصطناعي بيفكر فعلا ولا احنا بس اللي بنتخيل إنه بيفكر؟ أنا سيف وأنت بتتفرج دلوقتي على خواطر تقنية. لو سألت أي شخص إيه معنى البحر غالبا هيفتكر صوت الأمواج، لون المية، شكل الغروب، ويمكن ذكرى قديمة مرتبطة بالمكان. لكن تشات جي بي تي ما عندوش أي حاجة من دي. هو عمره ما شاف بحر ولا شمس ولا عنده ذكريات أصلا. فازاي بيجاوب وكأنه فاهم؟ السر هنا إن الذكاء الاصطناعي مش بيحاول يفهم العالم زيك، هو بيحاول يتوقع بس. توقع الكلمة الجاية ثم الكلمة اللي بعدها واللي بعدها. تخيل إني قلتلك غالبا عقلك كمل الجملة وقال مصر صح، مش لأنك حللت الجملة فلسفيا، لكن لأنك توقعت اللي جاي. الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجة شبه كده، لكن على نطاق مرعب بعد ما قرأ مليارات الجمل والنصوص. في سنة 1980 الفيلسوف جون سيريل اقترح تجربة فكرية شهيرة. تخيل شخص محبوس داخل غرفة، الناس برا الغرفة بيبعتوله أسئلة باللغة الصينية وهو ما يعرفش كلمة واحدة باللغة الصينية، لكن عنده كتاب تعليمات ضخم جدا، كل ما يشوف رمز معين يرد برمز معين. وبعد فترة الناس خارج الغرفة بدأوا يقتنعوا إن الشخص ده فاهم اللغة الصينية فعلا. لكن السؤال هنا، هل هو بيفهم اللغة فعلا ولا مجرد بيتبع التعليمات بدقة شديدة؟ وهنا يبدأ الجدل الحقيقي. البعض بيقول الذكاء الاصطناعي مش بيفهم حاجة، هو مجرد آلة توقع عملاقة، أو كما يصفه البعض ببغان عبقري يردد أنماط معقدة جدا من غير ما يفهم معناها. وعلى الناحية التانية في سؤال فلسفي مهم، اللي هو النتائج دي مبهرة جدا لدرجة صعب التفريق بينها وبين تفكير الإنسان. فهل يهمك أصلا إيه اللي بيحصل جوه الصندوق عشان الإجابات دي تطلع لك؟ لو شيء بيتصرف كأنه بيفكر، ليه ما ينفعش نعتبره إنه بيفكر فعلا حتى لو طريقته مختلفة عننا؟ ويمكن التفكير البشري نفسه يكون أقرب للتوقع من أي حاجة تانية، بس إحنا مش حابين نعترف بده. لكن لحد النهاردة محدش يعرف الإجابة الحقيقية فين. هل الذكاء الاصطناعي بيفكر بجد ولا احنا اللي دماغنا شاطرة زيادة عن اللزوم وبتشوف عقل واعي في كل حاجة، حتى في المكان اللي مفيش فيه غير شوية كود ومعادلات؟ وهسيبك هنا تفكر، لو كان الذكاء الاصطناعي مش بيفكر بجد، هل ممكن في يوم من الأيام يكون عنده وعي؟ Peace out.